السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا هذا الفيديو. إذا كما كتشوفوا إخواني أخواتي في هذا الفيديو، هذه لحظة اختطاف رضا فرس الزوج السابق لريم فكري من طرف 4 أشخاص اللي كما كتشوفوا اللي هما ملثمين. فريم فكري إخواني أخواتي اللي كانوا اتهموا العائلة المرحوم بسرقة أموال داخل الشقة، وكذلك بعض الأغراض اللي كتخص رضا الله يرحمه. كذلك كانوا اتهموها بالسحر والشعوذة وما إلى ذلك، وهذا الشيء اللي كانت نفاتوا نفيا قاطعا عبر واحد الخروج ديالها عبر المنابر الإعلامية. لكن إخواني أخواتي، والمفاجأة هي تقارير جديدة بعد تصريح حارس العمارة اللي كشف للسلطات الأمنية، وبطبيعة الحال كان تم استدعاءه على وجه السرعة للكشف عن الادعاءات اللي كان خرج بها الأب المرحوم رضا فرس. فهاد الحارس ديال هاد العمارة اللي كشف للسلطات الأمنية أن ريم والأم ديالها فعلا دخلوا للشقة ساعة تقريبا قبل ما يتم الكشف عن حملهما واحد البارزة هي كبيرة، واللي تم نقلها عبر واحد السيارة دون الكشف أو أن يعرف الوجهة المتجهة إليها هذه السيارة. فالأكيد هذه معلومات اللي هي خطيرة وخطيرة جدا، واللي غتكشف عن الحقيقة واش فعلا كل الادعاءات اللي كانت كتقولها العائلة بما فيها الأب والأخت وكذلك الصديق ديال رضا الله يرحمه، كل الادعاءات حول تورط هاد المغنية حول هاد الفعلة الشنيعة. فالتصريح ديال الأخ الغير الشقيق ديال ريم واللي أكد أن رضا هو فعلا مافيوزي كيتاجر في المخدرات، وهذه هذا خطأ فادح اللي خرج به هذا الأخ غير الشقيق اللي هو هيثم، الأخ غير الشقيق لريم، لأنه ما بلغش فعلا عن هذا التصريح، ما بلغش كامل في العقل. علاش انا غنسحر عنده داكشي اللي عندي، الا بغينا ندوب بالماديات عندي اكثر من داكشي اللي عنده. الخدمه تاعو اللي كانت راه باينه، الخدمه تاعو السيد راه ديلر، السيد راه مافيوزي اللي يدير لهم مشاريع ومن بعد تبيع المشروع وتياخذ الفلوس في الليكيد. لا هي اللي بدنا الفلوس العاسه خلصت 50 مليون اللي تخلصت العاسه. انا ما كنتش في المغرب، يلاه جيت دابا وكنشوف بزاف ديال الهضره وكاينين بزاف ديال التلميحات اللي انا في هادشي ديالها اللي انا بعيد عليه. لان علاش انا بغا يقولوا عليا انا قال لك هو صاحبها ولا ما نعرف، لا انا بعيد على هادشي. كاينين بزاف د الحوايج اللي الناس ما عارفينهمش. ما الانسان يقول لك صراحه قال لك ما نعرف، قال لك كنعرف، قال لك شي كنعرف خدامه وراه العرس كيقول لك هما العرس ولا الشعور. العرس راه دخل مع المريني بدا كيخدم مع 12 ونص لوحده ونص، وقف المريني ودابزو مع السربايه ودابزو مع الديريكتور بغا يضربوها. العرس اصلا كل مشاكل العرس راه كيفاش عرفوا بليسي كانوا صحاب ورا تا هو. لا اسمعني ماشي مصدق، اسمعني شرا لها كادوات، شرا لها الكارتي وداكشي ياك، شرا ليها ومن بعد عطا 10 مليون باش انها يديروا العربوط ديال العرس، وهو في الاخر هي اللي كملت الفلوس ديالها غير خلصي دابا نعطيك انا من بعد الفلوس. لا هي اللي بدنا فلوس العرس خلصت 50 مليون اللي تخلصت العرس. دابا هما كيكدوا على ديك الاكس ديالو، ديك هذيك عمرها ما كانت مراته، كانوا غير صاحبين وكلشي بسميتها. علاش كدير لها كلشي بسميتها؟ كانوا كيديروا بها، كانت كدير معاهم بلونشيمون دارجون. غير سمعني، وهاد الشيء اللي بغا يدير مع ريم حتى هي كان بغا يدير معاها نفس الحاجه، ولكن ما تقليش البلان.
هذا هو ماشي اول مره ولا اخر مره، هو دائما كيشد البنات وكيدير معاهم هادشي، كيدير لهم صالون، كيدير لهم مشاريع ومن بعد تيبيع المشروع وتياخذ الفلوس اللي كيت. عمرو ما كان هو سونتر دابل، هو دائما كان سونتر دابل اللي دار سونتر دابل كنديرو هو واحد صحابو اللي دارو حتى هو باش يبيضوا به الفلوس على تبييض الاموال. فهمتيني الخدمه تاعو اللي كانت راه باينه، الخدمه تاعو السيد راه ديلر، السيد راه مافيوزي، السيد ديلر تلمح عليا انا بزاف عليه وباين على انا علاش نتسحر له. دابا على دابا نتفاهم انا وياك، هو انا بنتسحر له، علاش انا غنسحر له؟ عنده داكشي اللي عندي، الا بغينا ندوي بالماديات عندي اكثر من داكشي اللي عنده. هو الا ما كانش كيسافر ولا الا كان كيسافر الا بغيت نسافر كنمشي بالجهد بريفي ديالي، كاع ما كنحتاجش شي حد يمشي معاه. ولكن باش يجبدني انا وباش تجبدني اختو دوي عليا، وشوف راه مو ما دواتش عليا، مورا ما دواتش. قالت واحد الحاجه، قال دار معاه امجاز، جاب له الكوستيم ديال العرس. ما كاين لا سحور لا ولا تنطيه. واش السحور اخويا؟ واش ليله في الصباط ما غاديش يعبر فيه شي حاجه؟ واش اخويا واش كونوا منطقيين؟ داكشي شوف فيه داكشي كاملو غير الدراما والسينما، لانه اش يقول. وقال بأنه معروف عليه يعني بزواج متعة، وأنه كتزوج يعني بالفتيات وعنده علاقات كثيرة مع الفتيات، وهذا الشيء اللي خلى واحد مفاجأة لدى السلطات الأمنية وكذلك العائلة ديالها. فالأسباب الوفاة هي فعلا بسبب محاسبات يعني ديال هاد المافيوزين، جوج مافيوزين، مافيوز واحد في فرنسا وحتى هو راه كان في فرنسا فعلا وعنده مشاريع كثيرة، لكن داكشي كان تحت الدفع، يعني كل تا واحد ما كان عارف إلا قلة قليلة. وحتى هذا الأخ الغير شقيق صراحة اللي خرج في هذا التصريح ربما غيجر على نفسه يعني متابعة، ربما غيتم التحقيق معه في هذا التصريح باش يعرفوا الحقيقة، وبالتالي يوصلوا إلى المدبر يعني اللي قام واللي عطى يعني تعليمات ديالو يعني خارج المغرب، يعني من فرنسا عطى التعليمات ديالو يعني ل4 أشخاص، وكمشتوا الطريقة اللي تم يعني اختطاف فيه يعني رضا الله يرحمه، يعني مستجدات اللي خطيرة. ومازال إخواني أخواتي غنعرفوا حقائق اللي هي مثيرة بخصوص هذا الاختطاف، خصوصا وأن يعني الجثة ديال رضا الله يرحمه اللي تم تقسيمها يعني عبر يعني مجموعة من البلاستيك، كل ميكا يعني داوها يعني لواحد منطقة ماسورية يعني ضواحي السلا، يعني واد أبي القرقر معروف تما يعني منتشر يعني مناطق شاسعة تما. ربما هذا البلاستيك يعني اللي مازال ما تمش الكشف عليه ولو غير شي طرف، غير باش يعرفوا يعني المكان المحدد اللي تم يعني فيه يعني رمي فيه هذا البلاستيك. على أي السلطات الأمنية وكذلك الشرطة العلمية يعني مشات إلى عين المكان وخذات بعض العينات ريتما يوصلوا إلى الحقيقة والجنات الحقيقيين اللي مازال في المغرب